الأزبري الأصلي بنكهته الأصلية مال أيام زمان، يطلع بهذا القوام اللي يمط مثل العالوجة وبطريقة ومقادير كلش بسيطة. بالخلاط ضفت 5 كوب مي وكوبين شكر، خاشوقة شاي صغيرة مليانة ثعلبية وشوية صبغ أحمر، وخاشوقة أكل لمندوزي، وخاشوقة صغيرة نكهة أزبري تلقوها عند العطار، خاشوقة كلش صغيرة لا تحطون زايد يصير مر. وبين يجمد الأزبري حبيت أقول لكم عندنا مسابقة شروطها كلش بسيطة أذكرها لكم أسفل الفيديو، بس تطبقوها يدخل اسمكم بالقرعة على هذه السماعة، سماعة بلوتوث وشاشة لمس مواصفاتها كلش حلوة. نرجع للأزبري ورا ما جمد راح نطلعه من المجمدة، راح نقلبه شوية حتلاحظون انه هو يعني جامد وبيمطة بس مثل الثلج صاير. فهنا أنا بهاي المرحلة حتى نتخلص من هاي القرطة مال الثلج حنبدي ندقه بهذا الشكل بأي شي عندكم. أنا دقيته باليد مال هاون إلى أن يصير ناعم وكلش مطاطي، وبهذا الشكل صار جاهز. بهذا الشكل ينكل بالخاشوقة، وإذا حبيتوا تشربوه فبس يموع شوية راح نقدر نشربه بالقصبة. جربوه كلش سهل وكلش طيب، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك والمتابعة، وبالعافية.